دي فاهيتا فراخ بالمشروم لذيذة جدا وصحية، وعشان هي مش طالبة فرهضة هنعملها كلها في حلة واحدة مع صوص بسيط ولذيذ. أول حاجة الفراخ بتاعتنا تكون متقطعة شرايح، وهنحط عليها شوية توابل هكتبها لكم في الكابشن. أحسن نشيلها في التلاجة مش أقل من ساعة. بعد كده نجيب بقى الطاسة وشوية زيت زيتون ونشوح الفراخ بتاعتنا، مش هتاخد وقت خالص، بس أهم حاجة نتأكد إن هي وصلت للون ده ومستوية. بعد كده هنشيلها من الطاسة، وفي نفس الطاسة بتاعتنا هننزل بشوية صغيرين زيت زيتون، والخضار بتاعي بصل وفلفل ألوان شرايح نشوحهم شوية، وننزل بقى بالمكون الخطير وهو المشروم اللي هيعلي من قيمتها الغذائيه وهيديها طعم لذيذ قوي. هضيف معلقه صغيره من الثوم المفروم ونقلب الكلام ده كله مع بعضه، وهنزل عليهم برده بنفس التوابل بتاعتي اللي كنت متبله بيها الفراخ. يا جماعه الوصفه خلصت، هننزل بقى بالفراخ ونقلبها مع الخضار ونديهم رشه ليمون مع رشه محترمه من الكزبره الفريش. متاكده ان الريحه وصلت لكم، مش قادره اوصف لكم جمالها. تقدروا تقدموها كده مع رز ابيض، او تعالوا نعملها سندوتشات، وده اللي انا بفضله، بيبقى طعمها حلو قوي. هنجيب عيش التورتيه وندهنه